ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ورجعت لكم تاني مع فيديو جديد. طبعا بقى هعمل معاكم النهاردة شنطة بخيط الكليم. بصوا الجمال بتاعه، جايباه النهاردة جميل قوي. بصوا الفتلة بتاعته دي متوسطة السمك، يعني مش من العريضة، فاهميني؟ اهو خيط كليم وعلى قاعدة اهو من الجلد. هعمل شنطة معاكم بخيط الكليم، شكلها جميل قوي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا معايا ابرتين. ليه الابرتين دول؟ طبعا عشان هعمل الخروم دي بالابرة الصغيرة، وهاجي لتاني سطر هبدأ اعمل بالابرة الكبيرة بتاعتنا. ديت 4 وديت ايه 5 او 5.5، زي ما انتوا عايزين. طبعا هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهو دي البقرة بتاعتي اللي انا هشتغل بيها، هعملها اهو بالخيط دوت في منتهى الجمال السمك بتاعه. بص هبدأ اعمل ايه. هعمل الاول الفتحات ديت، بدل ما تسيبي حتة وتشتغلي وبعد كده تعملي الفتحات من تحت، لا ابدأي الفتحات من تحت الاول بتقفيل بالغرزة المنزلقة. من اي حتة عايزة تعمليها اعمليها، يعني مفيش مشكلة، هتعملي من نص عادي. بنجر كده الخيط بتاعنا اهو، اهي بتدخليها كده اهو. بصوا بقى بعمل ايه. باخد الخيط اللي تحت ده عادي، هبدأ اعمل غرز منزلقة اهي. بصوا بصوا داير ما يدور هعملها بالغرزة المنزلقة اهي. بصوا اهو تعملوا كده اهي الغرزة المنزلقة بتاعتي على طول. طبعا خيط الكليم يا جماعة بيبقى صعب شوية في الشغل بتاعنا، بس بنحاول برضو ايه نجيبه، لان برضو في الشغل مش وحش قوي اهو. شايفين اهي. بصوا الغرزة اسمها الغرزة المنزلقة، بعملها داير ما يدور اهو. بناخد الخيط تحت الايه الشغل بتاعي عادي اهو اهو. بصوا اهو تعملي كده اهي. انا عايزه اعملها لكم بطريقه سهله شويه اهي. بصوا اهو اهي. شايفين اهي داير ما يدور اعمل بالغرز المنزلقه. يا رب تكون الكاميرا مبينه لك بس الغرزه اهي. دي طبعا غرزه منزلقه اهي. داير ما يدور بقفل من تحت اهو. خدي الخيط، خدت حبة وعايزة تقصي الباقي مفيش مشكلة، انا هسيب الباقي عشان ما يلخبطنيش وهبقى اقصه في الاخر اهو. شايفين اهي. بصوا ادي الغرزة، شايفين اهو. بصوا بصوا جميلة ازاي. بقفل كل الايه السطر بتاعي داير ما يدور بالغرزة المنزلقة. جر من الايه البقرة بتاعتك كده اهي اهي. بصوا طبعا بيمط معانا خيط الكليم كده اهي اهي. بصوا طبعا احنا بنعملها تعتبر على الوش اهو. بص الشغل بتاعي يعتبر على الوش اللي هي القاعدة بتاعتنا. شايفين اهو. بدخل الإبرة باخد بغرزة منزلقة اهي. بتطلع منك عادي، ابدأي دخليها تاني مفيش أي مشكلة اهي. الغرزة المنزلقة بتدي جمال قوي للشنطة من تحت كده لما بنبدأها في الأول. في ناس بقى يا جماعة بيعملوا لكم إيه، يبدأ لك الغرزة عادي أهي، يبدأ لك الغرز عادية خالص وبعد كده يعمل لك إيه الغرزات المنزلقة دي. لا أنا ما بحبش كده أهي.
ابدأي اعملي المنزلقة الأول، وبعد كده اعملي الغرزة بتاعتك عادي خالص. بصوا 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 بناخدها على طول كده من الغرزة اهي بتاعتنا اهي. بصوا اهو سهلة وجميلة ما فيهاش اي حاجة. طبعا الشغل بتاع الكروشيه ده يا جماعة بيبقى من اجمل ما يمكن، يعني الصراحة متعة، بتحسي ان انت ايه حاجة بتعمليها بايدك بتسليكي، ومنها انها بتبقى جميلة في الشغل بتاعنا. بصوا انا ماشية معاكم بالسطر كله زي ما احنا كده اهو. هعمل معاكم اهي. بصوا اهي، بصوا شكلها جميل ازاي. طبعا عايزة تدخلي في الشغل من فوق الوانات تانية براحتك، بس انا عايزاها الرصاصي الفاتح ده. انا عايزة اعمل شنطة كلها رصاصي فاتح، مش عايزة الصراحة ادخل فيها الوانات تانية. بصوا كله عبارة عن غرزة منزلقة. بصوا خلاص قربنا اهي. بصوا هنيجي لاخر السطر عادي خالص اهي برضو اهو شايفين اجي هنا بقى باخدها كده. في ناس بيعملها لك تقفيلة تانية، بس انا الصراحة بحب اقفلها كده على طول تبقى اسهل لك ارفعي الخيط كده شايفين شايفين ادي بالمنظر دوت كده. عملت طبعا الاول بتاعنا بالغرزة المنزلقة. برفع الخيط بتاعي كده اهو، وابدأ بقى اشتغل بالابرة الكبيرة بتاعتي. خلاص بعمل بدخل هنا الإبرة برضو متهيألي دي كبيرة، خلينا زي ما احنا بالإبرة دي بس على ما نخلص السطر الأولاني ده أهو. هبدأ أعمل الغرزة بقى بتاعتنا لغاية بس أما أطلع سطر كمان كده أهو. شايفين طبعا هبدأ أعمل غرزة حشو هبدأ أعمل غرز حشو. بصي للغرزة من تحت كده اهي بجيبها وأبدأ أعمل الغرز بتاعتنا الحشو. عايزة بس أطلع لكم هو السطر الاولاني ده اللي بيبقى مشكلة، وبعد كده الشغل كله بتاعك بيبقى سهل في منتهى الجمال اهو. بصي اهو هنبدأ نملى اهو. بصي بقى بدأت هعمل اهو. هطلع بغرز الحشو داير ما يدور عادية خالص طلعي بايدك كده عشان تبقى سهلة عليكي، لان الخيط الكليم شغله اهو. شايفين اهو، انا بوريكم بس اهو. عايزة اوريها لكم ديت اهو. شايفين بالمنظر
دوت هتني امشي برضو داير ما يدور بغرزة الحشو كده بالمنظر دوت. هبقى اعمل سطرين كمان عشان اوريكم الغرزة. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله التاني هبدأ اعمل معاكم بالابرة الكبيرة. شكرا ليكم وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.